بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت نتكلم في مختصر شديد على رحلة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في محمد عوض. يعني رأي خاص، أفكار جملتها، ويعني ممكن جدا أنها تكون يعني حقيقية وصائبة. ممكن أنه هذه الأشياء اللي نقولها ما سمعتهاش حتى في الصحافة أو في من المقربين من الاتحاد الجزائري، ما سمعتهاش، ربما تسمعها لأول مرة. المهم، سمحوا لي، يعني سنوات وسنوات حبيت نختصرها ربما في دقائق. فيها تفاصيل، فيها يعني الحصيلة، يعني حقيقة تاع روروة، يعني في الحقيقة يعني فيها الإيجابيات وفيها السلبيات، فيها الفرح، فيها الأفراح اللي عشناها، وفيها يعني اللي أحزان، يعني حقيقة خاصة الأخيرة، المرحلة الأخيرة هذه تاع دورة تاع الجابون، هذه اللي يعني في الحقيقة كانت سلبية للغاية. المهم، باختصار نبداو الرحله نتاعو. كانت مع العهده نتاع سعدان، الشيخ رابح سعدان، اللي كان يعني دائما هو المنقذ تاع الفريق الوطني، وهو يعني بمثابه رجل الاطفاء. المهم، كان يعني الفريق الوطني يعيش يعني في، نقدر نقول، مآسي ويعني مهازل وكذا. لما جاء في 2008 الشيخ رابح سعدان مع روراوة، انطلقنا في التصفيات المزدوجة لتصفيات كأس العالم 2010 جنوب أفريقيا، وكأس إفريقيا كذلك 2010 بأنغولا. بدينا التصفيات يعني بلاعبين محليين وبإمكانيات بسيطة جدا، وانطلقنا من مباراة دكار بالسنغال، وين خسرنا هدف ل0 في الدور التمهيدي، وين كان الفريق الوطني مثل رحو، قواوي، كذلك صايفي، بزاز، زاوي، لموشية، يعني لاعبين أغلبهم من البطولة المحلية. يعني كنا انهزمنا، من بعد جاتنا ليبيريا، كنا في الدور التمهيدي 2008 ليبيريا، الجزائر، غامبيا، ربحنا ليبيريا. المهم، في نهاية التصفيات وفي نهاية المجموعة لعبنا المباراة الشهيرة اللي مع السنغال في ملعب تشاكر، يعني وين بزاز لعب مباراة كبيرة، وفزنا ب3-2 على السنغال، اللي كان يعني على رأسها النجم حاجي ضيوف. وكانت مفاجأة، كانوا كامل يرشحوا السنغال هي اللي تروح في المجموعة هذيك، تأهلت الجزائر. المهم، في المرحلة النهائية تاع التصفيات تقابلنا مع مصر وزامبيا والفريق الرواندي، وين فزنا على مصر هنا في تشاكر ب3-1، وفزنا على زامبيا هدف 0، وفزنا على رواندا 3-1، وين كان الفريق يعني بدا يعني يتطور ويتحسن في النتائج تاعو. المهم، وتأهلنا للنهائي تاع كأس العالم بعد غياب لمدة 24 سنة، ودرنا دور أول لا بأس به، ماهوش يعني طبعا. ووصلنا للنصف النهائي نتاع كأس إفريقيا مع سعدان. لما جينا من نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا، دخلنا في تصفيات جديدة نتاع كأس افريقيا، وين لعبنا المباراة مع تنزانيا هنا في ملعب تشاكر. المباراة سيطر عليها الفريق الوطني طولا وعرضا، حوالي 40 ركنية، تصور 40 ركنية في مباراة، لكن النتيجة انتهت 1-1. الهدف تاع التعادل سجله قديرة بقذفة صاروخية من بعيد. هنا تبدأ التدخلات نتاع روروة، وين طلب من الشيخ رابح سعدان انه يقدم له الاستقاله. قال له الصباح نلقى الاستقاله مكتوبه في المكتب نتاعي. وراح سعدان وكان خلى فريق يعني الله يبارك، اللي كان ربما كان يزيد يعني في تطويره، لكن ما راح جاب بن شيخ.
مع احتراماتي لبلجيكا، لكن ما كانش، كان الفريق حاب يطلب مستوى اعلى. رحنا لافريقيا الوسطى خسرنا، يعني فريق افريقيا الوسطى انا ما يذكرش نهائيا، خسرنا معاه 2-0. زدنا خسرنا مع المغرب 4-0 في المغرب. المهم وعاودوا داروا تصحيح، عاود صحح نفسه في الحاج محمد يعني، وجاب خاليليزيتش اللي كان زميله ولا صديقه ولا صاحبه كما نقولوا احنا. الغريب والمفارقه انه خاليليزيتش لما جاء بدا كذلك بالمباراه تاع العوده نتاع تنزانيا في دار السلام، وانتهت كذلك هدف تعادل عدلناها بعزة. المهم وعاودوا يعني تصحيح الاخطاء وكذا، ومشينا وانطلقنا في العمل. المهم وتأهلنا لكأس العالم 2014 بالبرازيل. وكأس افريقيا لعبناها في جنوب افريقيا. كان خاليليزيتش كان دار تربص في بريطوريا، وين عمل تحضير شاق للاعبين. هنايا ندخلوا في واحد النقطة ذكروها جيدا. فيغولي اللاعب هذا حطوه في راسكم مليح، عنده دور كبير في المفارقات والمهازل والامور وكذا نتاع، مش من الجانب الفني، من الجانب الفني لاعب جيد ودار افراح للفريق الوطني كذا، ولكن اتذكروا معايا اللاعب فيغولي اللي كان تم اول استدعاء ليه، يعني استدعاء خاليليزيتش في عهد خاليليزيتش. والمهم كان اشتكى هذا اللاعب لما رجع للفريق نتاعو من كأس افريقيا، اشتكى انه يعني بالتحضيرات الشاقه اللي عملها خاليليزيتش كان هو يعني تراجع المستوى نتاعو، يقول انني تراجع المستوى نتاعي. المهم مرت هذيك الفتره ولعبنا كأس افريقيا والنتائج كانت سلبيه على كل حال، خرجنا من الدور الاول. جات التحضير لنهائيات كأس العالم في البرازيل. هنا فيغولي عاود نفس الكلام وقال انا ما ندخلش في المجموعه، وانا نحضر تحضير خاص، وانا لعبت يعني موسم كامل وديروا لي تحضير خاص ومنا. خاليليزيتش قال له انا مادامك تعبان وماكش قادر روح ريح في داركم، اللي تعبان انا ما يعني ريح في دارهم. وكان الطرد فيغولي قبل الذهاب لكأس العالم في البرازيل، وتدخل أراوراوا هو اللي رجع فيغولي، وانا نقول لكم بان فيغولي يعتبر الابن المدلل لراوراوا في فتره ما، هو الابن المدلل لراوراوا، لانه كان ساعده في جلب اللاعبين المغتربين هذوك متزوجين الجنسيه، كان ساعده، كان يعني بالكلام نتاعو بالتصريحات نتاعو يعني كان يتوسط، كان كذا ربما يعني كان ساعده لحد معين، ولهذا كان يعتبر نفسه تقريبا نقولها بهذه العباره بين قوسين الابن المدلل لراوراوا. المهم دخل وكذا ورجعوا خاليليزيتش، وهنا رئيس الاتحاد الجزائري ربما اللي هذه اللي دارت الشرخ او الحاجه اللي بعد ما كان الزميل الصديق اللي خاليليزيتش اصبح ينظر ليه نظره كانه يعني كيف انت مدرب عندي ومنا ويعني اوامر بسيطه وكذا ما تقبلهاش، يعني الصرامه تاع خاليليزيتش. وكان راح جاب غوركوف قبل ما يروح الفريق الوطني لكأس العالم في البرازيل. كامل تتذكروا، كامل تعرفوا اعلاميا او كذا يعرفوا بانه كان خاليليزيتش في المركز تاع سيدي موسى، تحضير تاع سيدي موسى، وجاب غوركوف هذا جاء يعني دار تعاقد معاه، وغوركوف كان راح مع الفريق الوطني للبرازيل، هذه اللي ربما واحد ما يعرف هذه الفكره، راح كان يتبع الفريق الوطني وكان على راسه مدرب اسمه خاليليزيتش. المهم درنا دوره تاع كاس العالم كانت مشرفه وكانت لا باس بها، مهما كان يعني كان ربما يقول لك مستوى عادي، ولكن كانت دوره جيده ولا باس بها. جات الفتره ويعني وكانوا يحاولوا مع خاليليزيتش، ربما حتى رئيس الجمهوريه يقولوا انه رئيس الجمهوريه طلب منه باه يبقى على رأس الفريق الوطني، ولكنه رفض. لماذا؟ لأنه كان على باله بأنه راوراوا يتدخل في صلاحياته، كان يتدخل في صلاحياته، هو ما يقبلش، هو رجل
صارم. المهم حتى غوركوف نقول لكم لما جابوا راه معناته جابوا على المعايير اللي كان يريدها، يعني رفض خلوا ليش؟ لماذا؟ لانه ما يتقبلش الاملاءات، ولهذا جاب غوركوف باه يعني على هذا المقياس، على هذا المقياس. وكانوا الناس يظنوا بان النتائج اللي دارها غوركوف كانت لا بالعكس، فريق تجيب لي فريق يعني في مستوى عالي يلعب مع الالمان وكذا، ومن بعد تجيبه تديه يلعب مباراه مع مالاوي، نظن بلا مدرب يدير نتيجه كبيره. وجاتنا اثيوبيا ودير مع لوزوتو وروح مليه والسيشل وكذا ومنا، وقالت يعني ان الفتره نتاعو نتاع غوركوف كانت هايله، في حين اننا العكس كنا نلعب بفريق قوي ما يحتاجش يعني المدرب بهذا المستوى. كان هو يعني فريق لما يكون في مستوى عالي هو اللي يرفع من قيمة المدرب حتى يكون مدرب ضعيف. لكن في الحقيقة أن الفريق بعد فترة ينهار لأنه ما يلقاش الدعم اللازم والحماية اللازمة. المهم غوركوف كان يسمع للإملاءات، وأنا نذكركم بالدورة تاع افريقيا اللي لعبناها في دورة تاع غينيا الاستوائية، لعبناها غينيا الاستوائية. لا تتذكروا كان في غولي وبراهيمي ما يخرجوش نهائيا، حتى والمستوى والأداء نتاعهم الكارثي واحد ما يتغير، لأنه ما تجيش الإملاءات من هي، وهذاك كما نقولوا احنا مدرب خضره فوقاش. وهذون شكون؟ وحتى الصحافه سالت غوركوف وروحوا تذكروا وروحوا شوفوا، تكلم ان في غولي وابراهيمي وغلام ويعني وسليماني هذو ركايز، هذو ما فيهمش نقاش يعني. اذا كان هذون هما الفريق الوطني، هذون هما الفريق الوطني. ومشات الامور يعني بطريقه على كل حال كارثيه، بطريقة كارثية. وكانت يعني من الأول كانت الأمور باينة بأنه ما رايحاش تمشي لبعيد. راح غوركوف بعد ما يعني نظن أنا فترة تاع فراغ رهيبة اللي عشناها معه، وجا ريفات. لما جا ريفات المباراة الأولى ليه مع الكاميرون، لما داروا تحضيرات ومنا قال انا يدخل بودابوس افضل من في غولي. راكم على بالكم واش صرا في غولي؟ خليل يوسف شرح تقريبا بالاسباب تاعو هذه باه يكون في علمكم. من بعد غوركوف جاء على المقاييس نتاع في غولي. لما جا ريفات كيف يا سي محمد انا ما نلعبش؟ غلط، انت ما تلعبش لانه المستوى نتاع بودابوس يقول افضل، ودخل معاهم في مشادات وربما حتى في شجار. الناس كامل تعرف انه دخل في شجار، والغدوه من ذاك ريفات قدم الاستقاله تاعو وقال ما نقعدش الفريق ما نبقاش فيه انا حتى وما نعرفش شكون. ولما راهو اتصل في غولي واش راكم درتوا؟ هذا مش مدرب وهذا منا وهذا ما كان والو وهذا كذا. يا ولدي كيف هذا مش مدرب وهذا كذا؟ وحنا عندنا المباراه نتاع نيجيريا متقاتله لها 15 يوم، وانا كيفاش راح ندير؟ راح للمدرب راح يقول تخلقش راك يا شيخ، حنايا رايحين نجيبوا النقاط تاع المباراه هذه عندنا حنا. هي مش مشكل تجيبوها انتم، نجيبوا حنا النقاط تاع الماتش نجينا تصفيه كاس العالم. هي معليش عند بالو صح يفروها له، هو بالحقيقة طاح في الفخ نتاع التلاعب تاع سيفي غولي وجماعته. المهم لما راحوا نيجيريا خسروا ب3-1. انا ما حبيتش نذكر اللي كان هذا باسبور واحد جاب ما يذكرش نهائيا. ثانيا حتى التعيين تاع اللي كان ربما في حساب السيروات انه كان في تونس يعني شارك في الدوره اللي قبل احنا تاع كاس افريقيا، كان قبل في الجزائر، يعرف الجزائر، صديق الروراوه منا كذا. هذا هو الانسب، هذا هو المليح، وهذا هو اللي ساعدنا يعني كي نقولوا له يدير كي نقولوا له الحين هذا هو المدرب الافضل في العالم. راحوا نيجيريا 3-0
هنا روروا هو اللي مد التشكيلة نتاع 23 لاعب، القائمة نتاع 23 لاعب اللي راحت كأس افريقيا في الغابون. كأس افريقيا في الغابون هو اللي حددها، وفي غولي طرد من اجل هذا، من اجل هذا ما فيها لا كلام ولا نقاش، لا امر فني ولا هم يحزنون. وفي غولي ما يزيدش يرجع، ولكن مهما كانت الصفه لانه وصل روراوة للمهازل هذه يديروها في رؤوسكم مهما كان تهضروا، مهما كان يجي الوشش. هو السبب المهازل هو سبب نكسة روراوة فعلا. وجاب له بعض اللاعبين والاخرين اسماء مجهريه، نقدر نقول اسماء مجهريه، لانه سبحان الله العظيم حتى تكون عندك مستوى وتجيبني انا ما لعبتش حتى مقابله وديه، الله يرحم وقت سعدان الى تشفاو كيما جبنا حسن يبدا كان يعني لاعب ونجيبو انت هذا يدخل للمباراه ما يدخلش في الاول، والله غير احتياطي وما كانش في المدرجات. مقلني يلعب المباراة الأولى والله ما لعبها غير في المدرجات، بعد بشوية بالتدريج ويدخل اللعب يندمج. أنت تجيب لي لاعب مباشرة عمره ما يحلم بالفريق الوطني وتديه وتقول لك ندخل لنهائيات كأس أفريقيا ورايح نجيب في كأس أفريقيا. هذه أكبر جريمة يعني سبحان الله العظيم. المهم وراكم شفتوا، والفريق ما تلوموا على حتى لاعب، لأن اللاعبين كانوا مضروبين يعني مظلومين في النفسية تاعهم. كانت أمور يعني داخلية كثير من الناس ما على بالهمش بها، كان يعني عندهم اهتزاز نفسي. المدرب ما كانش، لاعبين على بالهم بالفوضى والمشاكل. سليماني بحد ذاته كان اتهم بالذهاب تعريبات يعني وخلي 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 وخلي، ولهذا كان الفريق كان فريق مهزوز تماما. والحقيقة يعني الحديث يطول في الموضوع هذا، حبيت نختصر يعني بشدة. عندي معلومات كبيرة جدا جدا جدا. شوفوا يعني الأسباب نتاع المهم الكلمة اللي نحب نقولها في الأخير، روراوة كإداري الله يبارك والله ما نصيبه واحد مثله، لكن إذا تدخل في الأمور الفنية نتاع الفريق يا سي الحاج روراوة راك وصلت للنتيجة. ما كان له نقول لك راك توصل، لا راك شفتها بعينك، وربما لحقت حتى الصحة نتاعك وشفت المشكل وراه. لما الإنسان يعني ديكتاتور اسمحوا لي هو إنسان يعني حقيقة والله محترم، والله يعني نقدر نقول لكم أنه يعني شيء من الرياضة الجزائرية، رمز من رموز الرياضة الجزائرية. لكن